في ظل 20 و30 مسلسل لازم في مسلسل يخطفك، وانا كنت مستنية المسلسل اللي يخطفني بجد واخطفكم معايا، وهو المسلسل الاول واللي عجبني تحفة جدا 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 تاني يوم رمضان، وخلاص قلت ان انا هتابعه وخطفني من اول يوم. الست ست ست موناليزا. الله 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 يا جماعة، فظيع. اعجابي طبعا بالبوستر الاول، تحفه تحفه تحفه، والقصه فظيعه يا جماعه. يعني انتوا هتتخضوا، يعني هو هيخطفكم، انا متاكده هيخطفكم زي ما هو خطفني بالظبط. ومش بس كده، ده هو كمان توب 1 على شاهد، يعني مسلسل بجد تاني يوم وتوب 1، فالمسلسل خطير خطير. مش عايزه احرق الموضوع لو انتوا لسه ما اتفرجتوش عليه، ولكن لسه وفاء عامر هنشوفها، وسوسن بدر عامله شغل جامد يا جماعه في المسلسل. فظيع فظيع فظيع. احمد مجدي ليه كده؟ يعني الشياكة واللذاذة دي والكاريزماتيك دي ليه تعمل كده؟ وبعدين ده مش اول مسلسل ليه يعمل الحركات دي، لا في مسلسل تاني لو انتوا فاكرينه، ده فات الميعاد، فاكرينه ولا لا؟ فاكرين الشخصية دي؟ انا عارفة الشخصية دي، انا فاهماها. امم بلاش بلاش بلاش، عشان انت داخل السكة دي تاني، فاحنا خايفين، احنا خايفين جدا، وبقولك بلاش. بس بصراحة احمد مجدي عامل كاركتر، كلهم بصراحة في المسلسل ده هيشدكم جدا، وهم خطفوني جدا. الأيام القادمة إن شاء الله نحكي القصة ونتناقش مع بعض جدا، لأن المسلسل هيبقى فيه رغي كتير جدا 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 عليه، ومفاجآت كتيرة، فأنا يعني مستنية متشوقة جدا ومستنية. اتنين ما أقدرش أستغنى عنهم في رمضان، ولازم أي حاجة يعملوها أكون أنا أول واحدة أتفرج عليها، وهي أول واحدة ياسمين عبد العزيز. يا الله يا الله، ننسى اللي كان، ننسى اللي كان بقى، وبعشق اساميها والفستان الاحمر. بجد انا مش عارفه هي اللي بتختار الاسامي بتاعتها ولا المخرج ولا المؤلف، ولكن السنه دي اسمها جليله، والسنه اللي فاتت كان اسمها ليل، والسنه قبل اللي فاتت كان اسمها غاليه، والسنه اللي قبل اللي فاتت كان اسمها غزل. فايه الاسامي دي؟ يعني بجد ايه الاسامي دي؟ تحفه. ليل، غاليه، وغزل، وجليله السنه دي. I love it. المسلسل لذيذ جدا طبعا مع كريم فهمي برضو، فالموضوع يعني مش محتاج ان انا اتكلم كتير، يعني انتوا لازم تتفرجوا عليه ده. وبيجي على ام بي سي مصر الساعة 10، ومسلسل موناليزا برضو بيجي الساعة 11 بعد ننسى اللي كان على طول على ام بي سي مصر، وطبعا على شاهد لو انتوا عايزين تتفرجوا عليه من غير اعلانات خالص. فدول بيجوا ورا بعض. نيجي في الشخصية التانية اللي بستناها ولازم كل رمضان اتفرج عليه، وهو آسر ياسين. أهلا وسهلا، شرفتنا. اتنين غيرنا، لا 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 لا، تحفة تحفة، ولايت كده وعلى الخفيف كده، وتحفة.